أهلا وسهلا بكم أعزائي عشاق المنتخب الجزائري. هل ينجح المنتخب الجزائري في العودة بقوة بعد الخسارة القاسية أمام الأرجنتين؟ وهل يملك بيتكوفيتش الحلول اللازمة لإسقاط منتخب الأردن في مباراة قد تحدد مصير الخضر في كأس العالم؟ ابقوا معنا حتى النهاية، لأننا سنكشف لكم نقاط القوة ونقاط الضعف لمنتخب الأردن، وسنعطيكم أيضا التشكيلة الجزائرية المحتملة بنسبة كبيرة جدا، والتي قد تكون تشكيلة نارية قمة في الروعة وقادرة على هزيمة الأردن والعودة إلى طريق الانتصارات. منتخب الأردن ليس ذلك المنافس السهل الذي يعتقده البعض، بل هو منتخب منظم جدا ويملك عناصر قادرة على صناعة الفارق. أول نقطة قوة لدى الأردن هي الانضباط التكتيكي الكبير، حيث يتحرك اللاعبون كوحدة واحدة دفاعيا وهجوميا. ثاني نقطة قوة تتمثل في المرتدات السريعة، خاصة عبر النجم موسى التعمري الذي يعتبر أخطر لاعب في المنتخب الأردني بفضل سرعته ومهاراته الفردية. كما يمتلك الأردن مهاجمين قادرين على استغلال أنصاف الفرص داخل منطقة الجزاء، وهو ما يجعل أي خطأ دفاعي مكلفا للغاية. أما نقاط الضعف فتظهر عندما يتعرض الفريق للضغط العالي، حيث يجد صعوبة أحيانا في الخروج بالكرة بشكل مريح. كما أن المساحات خلف الأظهرة قد تشكل نقطة ضعف واضحة إذا نجح المنافس في تدوير الكرة بسرعة واستغلال الأطراف. وهناك أيضا مشكلة في التعامل مع الفرق التي تفرض إيقاعا سريعا طوال المباراة، وهو ما يجب أن تستغل الجزائر منذ الدقائق الأولى. لكن السؤال الأهم الآن، ما هي الخطة التي يجب أن يعتمد عليها بيتكوفيتش؟ وما هي التشكيلة التي قد تمنح الخضر أفضلية واضحة أمام الأردن؟ قبل أن نكشف لكم ذلك، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، لأن أكثر من 80% من المشاهدين يتابعون المحتوى دون اشتراك، ودعمكم يساعدنا على الاستمرار وتقديم المزيد من الأخبار الحصرية عن المنتخب الجزائري. والآن ننتقل إلى التشكيلة المتوقعة. في حراسة المرمى، من المنتظر أن يمنح بيتكوفيتش الفرصة لأسامة بن بوط بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها لوكا زيدان عقب مواجهة الأرجنتين. في خط الدفاع، من المتوقع أن يبدأ جوان حجام في الجهة اليسرى وبلعيد إلى جانب سمير شرقي في قلب الدفاع، بينما يتواجد أشرف عبادة في الرواق الأيمن. أما وسط الميدان فسيضم ياسين تيتراوي كلاعب ارتكاز مسؤول عن افتكاك الكرات وقطع الهجمات، وإلى جانبه حسام عوار لربط الخطوط وصناعة اللعب. وفي الأدوار الهجومية سيتواجد إبراهيم مازا وفارس شيبي، وهما اللاعبان القادران على صناعة الفارق بالمهارة والسرعة والتحرك بين الخطوط. أما في المقدمة فسيقود الهجوم الثنائي رياض محرز وأمين غويري. لكن الأهم من الأسماء هو الأسلوب التكتيكي الذي قد يعتمد عليه بيتكوفيتش. فالمنتخب الجزائري مطالب بالضغط العالي منذ البداية لمنع الأردن من بناء الهجمات، كما يجب استغلال الأطراف باستمرار عبر حجام وعبادة، لأن الأردن يعاني عندما يتعرض للهجمات السريعة من الجانبين. وسيلعب إبراهيم مازا دورا محوريا في اختراق المساحات بين الدفاع والوسط الأردني، بينما سيحصل رياض محرز على حرية أكبر للتحرك وصناعة الفرص. انتظروا، لأن هناك نقطة قد تحسم المباراة بالكامل لصالح الجزائر. إذا نجح الخضر في تسجيل هدف مبكر خلال أول 20 دقيقة، فإن الأردن سيضطر للخروج من مناطقه الدفاعية، وعندها ستظهر المساحات التي يعشقها محرز وغويري ومازا. وهنا يمكن للجزائر أن تفرض سيطرتها الكاملة على المباراة، وأن تضرب بقوة عبر الهجمات السريعة والتحولات الهجومية. الخلاصة، هذه المباراة هي مباراة الفرصة الأخيرة لاستعادة الثقة والعودة بقوة إلى المنافسة. بيتكوفيتش مطالب باتخاذ قرارات جريئة، واللاعبون مطالبون بردة فعل قوية تليق بقيمة المنتخب الجزائري. والآن أخبرونا في التعليقات، هل تؤيدون هذه التشكيلة؟ ومن هو اللاعب الذي تتوقعون أن يكون نجم المباراة أمام الأردن؟ إذا أعجبكم التحليل فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.